السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله تكونوا قاع بخير وقاع مهنيين. صحة رمضانكم وتصوموا بالصحة والهنا. اليوم بغيت نشارك معكم طاولة رمضان اقتصادية متنوعة وبنينة وتعمر العين. تبعوا معايا الفيديو للآخر. بسم الله على بركة الله. نبدو بأول حاجة، نبدو بالحريرة. نحتاج للحريرة 2 حبات طماطم، حبة بصل تكون كبيرة، 3 حبات نتاع الكروطة، وسنينات نتاع الثوم، مغسو كركز نتاع الدجاج كما راه موضح امامكم، حبة بطاطا تكون صغيرة، وقبضة صغيرة نتاع القزبر هو اللي يبنن الحريرة تاعنا، وشوية نتاع الكرافس، ونزيدو لها لي زيبيس اللي هما فلفل عكري، سكين جبير، فلفل اكحل، شوية نتاع الكروية، وشويه لي زيبيس نتاع الحريره ينباعوا سبيسيال. واللي ما عندهاش هاد لي زيبيس دير شويه نتاع راس الحانوت. نحطوا كامل الخضره اللي عندنا بارد في بارد، وضفت لها كاس نتاع طماطم اللي كنا خدمناها قدام رمضان. نديروا لا كوكوط فوق النار ونضيفوا لها ملعقه كبيره طماطم مصبره، شويه نتاع الملح، ونخلوا الحريره تاعنا طيب. وهنا بعد ما طبت لي الحريره نتاعي، نقلع كامل هادوك الحشايش نتاع الكرافس والقزبر، ونزيد نقلع الكراكاس نتاع الدجاج. وقدامنا نميكسو الحريره تاعنا، لازم نتاكدوا باللي ما فيها حتى حاجه باش نميكسوها. نميكسو الحريره تاعنا مليح مليح حتى ترجع لنا ليس كما راه موضح امامكم، ونعاودو نردوها فوق النار. وهنا في هذه المرحله نضيفوا لها 4 سنينات نتاع الثوم يكونوا كبار، سكرفجتهم، وضفت لها شويه نتاع القزبر، وضفت لها ملعقه صغيره نتاع الكرويه باسكو الكرويه هي اللي تبنن الحريره تاعنا، وضفت لها حبه جامبو، وخلطت جميع المواد. نخلي الحريره نتاعي تغلى. كي نشوفوا الحريره تاعنا طبخت نقلعوا كامل هذيك الرغاوي اللي من الفوق. ولازم هاد العمليه باش تطول معكم الحريره تاعكم وتجيكم بنينه. بعد ما طبخت لي الحريره نتاعي مليح مليح، ضفت لها 2 مغارف كبار نتاع التشيشه اللي كنت منفختهم في الماء، وضفت لها طرونش نتاع الليم، ونخلو الحريره تاعنا تعقد في خاطرها وتطبخ ساعه ساعه نحركوها. كي نحسو التشيشه تاعنا باللي طابت نطفو على الحريره تاعنا ونخلوها بجيب. وهنا نروحو للبلا الاساسي اللي هو رولي تاع الدجاج اللي فيه الكفته نتاع الدجاج مع الفيونداشي. هنا خديت ربع صدر نتاع الدجاج، رحيته في الاشوار، وخديت 250 غرام نتاع فيونداشي. درت لهم لي زيبيس كما راه موضح امامكم، سنه نتاع الثوم، شويه نتاع الملح، شويه فلفل عكري، شويه موطارد، هكذا باش الرولي تاعنا او الكفته تاعنا تجينا بنينه. نجيبو ورق شفاف نسرحوه ونديرو فوقه شويه نتاع الزيت، ونقعدو نسرحو الفيونداشي تاعنا بيدينا، وساعه ساعه طلو يدكم بالزيت هكذا باش ما يساقلكمش الفيونداشي في يديكم، وتجيكم الخدمه سهله ويتسرح معاكم بالخف. بعد ما سرحت الفيونداشي نتاعي، نجيب الكفته نتاع الدجاج نعاود نسرحها فوق هذاك الفيونداشي نفس الطبقه ونفس السمك. هنا جبت شويه نتاع الفرماج درتها في بوش هكذا باش تسهل عليا العمليه وتجيكم الخدمه نقيه وسهله. وفي هذه المرحله جبت مغرفه وسرحت كامل هذاك الفرماج بالملعقه. وهنا كنت ربيت حبه زروديه او الكروطه او الجزر، كل واحد كيفاش يسميها، ربيتها وقطعت شويه نتاع المعدنوس ووخرتهم بجيب. نديروا الزروديه تاعنا فوق الحشو كما راه موضح امامكم في الصوره. هنا تقدروا ديروا اي حاجه، ماشي اوبليجي ديروا زروديه، تقدروا ديروا السلق، تقدروا ديروا الزيتون، تقدروا ديروا غير فرماج وحده. انا درت الكروطه غير باش يمد لي هذاك المنظر الشباب، وكي نقصوا الرولي تاعنا يبانوا فيه الطبقات. ونقدر بابي فيلم مرولي الرولي تاعنا غير بشويه يترولى معكم بكل سهوله. نرولوه مليح مليح ونحزموه في الاطراف كما راه موضح امامكم، ونعاودو نرولوه مره اخرى ونديروه في البلا داخل الفور يطيب. نشعلوا عليه من الاعلى ومن الاسفل هكذا باش يتحمر لنا في ساعه. وهنا نروحو نطيبو طاجين الحلو.
درت كاس سكر يكون معمر مليح، ضفت له 3 كيسان نتاع الماء، نضيفو له عود نتاع القرفة، نضيفو له نجمة الارض، رشة نتاع زعفران. هذه اختيارية، اللي ما يحبش الزعفران يخليه كيما راه. ودرت كامل الفواكه الجافة اللي راهي متواجدة عندي من غير البرقوق اللي وخرته بجيه، ونضيفو له طرونش نتاع الليم ونخلوه يطيب. في هذه المرحلة نروحو نحضروا الفلو تاعنا كيما كامل الجزائريين لازم يكون في رمضان الفلو. هنا خديت 2 كيسان نتاع الحليب يكونوا معمرين مليح، 3 مغارف كبار نتاع الفلو بذوق الفريز او الذوق اللي تحبوه. وهنا ضفت له لاغوم نتاع الفريز يعطيها ذوق ولون وبنه رائعه. نحرك الفلو نتاعي مليح مليح ونديره فوق النار مع التحريك المستمر، ما نوخرش يدي. كي يغلي الغليه الاولى نطفو عليه. نفرغ الفلو نتاعي في ليفيغين ونديره يبرد في الثلاجه. وإلا وصلتوا لهذه المرحله ما تنسوش ديروا لي جيم والاشتراك وتبارطاجوا مع احبابكم هكذا باش تكبر قناتي ونزيد نمدلكم غير الافضل. ونرجعوا الطاجين تاعنا الحلو او طاجين البرقوق كل واحد كيفاش يسميه. بعد ما طاب لي المشماش والزبيب ضفت عليه البرقوق. هنا البرقوق نضيفوه في المرحله الاخيره هكذا باش ما يكحلكمش لاصوص تاعكم. نخلوه يطيب على نار تكون متوسطه. كي نشوفوه تقال وعقدنا نطفو عليه. وهنا نروحو نوجدو لاصوص بلونش اللي عادي نرافقوها مع الرولي تاعنا. هنا خديت ملعقه كبيره نتاع زبده تكون معمره مليح، وضفت لها الشامبينيو تاعنا او الفطر اللي كنت قطعته على شرائح يكونوا رقاق. ضفت لها سنه نتاع الثوم، شويه فلفل اكحل، شويه ملح. نقلو الشامبينيو تاعنا او الفطر نقلوه مليح مليح هكذا باش يجينا بنين. هنا ضفت لها رشه نتاع المعدنوس، والنار تكون قليله هكذا باش ما ينحرقناش الشامبينيو تاعنا. في هذه المرحله نضيفو ملعقه كبيره نتاع الفرينه، نقليها مليح مليح مع الخليط نتاعي، ومن بعد نضيفو لها كاس نتاع الحليب. كل ما قلينا الفرينه في غرضها وعلى نار تكون هاديه لاصوص تاعكم تجيكم بنينه بالبزاف. نحركو لاصوص نتاعي مليح مليح ونضيفو لها عصره نتاع القارص ونقعدو نحركو فيها مع التحريك المستمر. وفي هذه المرحله نضيفو ملعقه كبيره نتاع الجبن ونخلطو مليح مليح. الا حسينا لاصوص تاعنا عقادت ولا تقالت فوق اللازم نضيفو لها شويه نتاع الحليب هكذا باش يخفف لنا لاصوص تاعنا. واللي حبتها ثقيله تخليها كيما راهي. هنا في هذه المرحله نطفي عليها ونخلي لاصوص تاعي تبرد. والرولي تاعنا راهو وجد، شوفوا الله يبارك كيفاش جا. حطيته كيما راه في البلا، ما درت فيه لا ما لا والو، خليته كيما راه. نقلعوا البلاستيك ونخلو الرولي تاعنا يبرد. وفي هذه المرحله الاخيره جبت البورك نتاعي اللي كنت حضرته البارح معكم، نطليه بالزيت وندخله للفرن، نشعل عليه من الفوق ومن التحت هكذا باش يتحمر لي وياخد لي تحميره شابه. صدقوني يجيكم بنين خير متاع المقله. نطلو كامل الاطراف بالزيت، لازم نطلوه مليح مليح وندخلوه للفرن. كانوا هادو هما الوصفات اللي حضرتهم معاكم. شوفوا الله يبارك الطاوله نتاعي كيفاش خرجت. نتمنى تجربوا هاد الوصفات وتخلوا لي رايكم في التعليقات، وما تنسوش لعجبكم لا فيديو ديروا لي اشتراك وتبارطاجوا مع احبابكم وديروا لي لايك شابه، ونتمنى نكون في حسن ظنكم.